السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة حبايبي عن الملح وأضراره ونسبته وهل يمكن الاستغناء عنه ومعالجته لو ضر المنتج. الملح من الحاجات المهمة جدا في صناعة المنظفات وبالأخص صناعة الصابون. بنلجأ للملح عشان نزود اللزوجة بتاعتنا لأن احنا عاملين منتج شعبي خالي من كتير من المواد الفعالة، يعني بنحط نسب قليلة جدا من المواد الفعالة. فعشان نعوض النسب دي فبنضيف الملح فبيرفع معانا اللزوجة، ولكن كلنا ما بيعلمش جيدا ان لو زاد نسبة الملح بتحصل مشاكل كتيرة في المنتج. اول حاجة بتحصل ضعف لرغوة المنتج. تاني حاجة بتحصل تغبيش للمنتج، بتلاقي المنتج غير صافي مجبش. تالت حاجة ممكن يحصل فصل للمنتج، بتلاقي المنتج تقيل تحت وخفيف جدا فوق. طب ايه هي نسب الملح المتعارف عليها؟ هنحسبها مثلا لكل 125 لتر. لكل 125 لتر صابون سائل هنستخدم كيلو ونص ملح في فصل الشتاء. طبعا بيختلف ما بين الصيف والشتاء، يعني في الشتاء هنستخدم لكل 125 لتر كيلو ونص في الشتاء و2 كيلو في فصل الصيف، لان علميا الصابون ده عبارة عن جزيئات تتفكك بالحرارة وتنكمش بالبرودة. ودي طبعا نسب الملح الاعلى لو هتعمل منتج شعبي، منتج متوسط الجوده. ولكن هنا لو عملت منتج عالي فانت هنا نيجي للخطوه اللي بعد كده، ان احنا نقدر نستغنى عن الملح تماما لو عملنا منتج زي بتاع الشركات. ولكن هنا عشان تعمل منتج زي بتاع الشركات هتكون التكلفه عاليه جدا، هيكون تكلفه الكيلو 25 جنيه فما فوق. فهنا التكلفه هتكون عاليه، ولكن هنا هتستغنى عن الملح، هتستغنى عن التايلوس. وهنا حبايبي لو الملح دلوقتي بوظ منتج معانا، زاد نسبة الملح مننا وبوظ منتج، فعلاجه ان احنا هنزود نسبة تكسابون. التكسابون من الحاجات الممتازة جدا اللي هي عامل ربط، بتربط المواد ببعضها وبتعالج نسبة الملح. هو عامل ربط اساسي مع الملح اصلا، فلما تحط تكسابون باذن الله هيعالج المنتج من كل مشاكله. طب ايه هي نسبة التكسبون نحطها؟ لا انا هضيف تكسبون دايب سنة بسنة لحد ما المنتج بتاعي يتعدل تماما. وفي النهاية حابب أقول لك أخي المصنع، لازم تبعد تماما عن هوس اللزوجة العالية. عود زبونك على الزوجة وسط، ما تضرش منتجك بزيادة نسبة الملح لأنك هتلاقي أضرار كتيرة للمنتج بتاعك. طب إيه هي أفضل أنواع الملح اللي نقدر نستخدمه معانا ويكون ملح ممتاز؟ أنظف أنواع الملح هي الملح الصخري، ملح العادي جدا الخشن. ليه الملح الخشن؟ الملح الخشن حبايبي ما بيعتمدش تماما على تصنيعه في يود، ما بيحطوش يود عليه تماما، فاليود مضر جدا، فاحنا عايزين ملح خالي من اليود. لو هنستخدم ملح من اللي هو الناعم عادي جدا هيكون ممتاز، ولكن هنستخدم ملح خالي من اليود. معظم الملح اللي بيتباع في السوبر ماركت، الملح اللي بنستخدمه في البيت هو عليه يود، فما ينفعش للمنتج بتاعنا، هيضر المنتج بتاعنا. اي ملح ناعم او خشن يكون خالي تماما من اليود. وشكرا لحسن استماعكم. كان معكم أخوكم أحمد الكومي، نفع الله بنا وبكم وأسعدكم وأسعدنا. وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. وما تنساش تعمل إعجاب الفيديو واشتراك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من أخوكم أحمد الكومي. وما تنساش الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.